اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها، وشفيعنا يوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسلامه. تعالوا النهارده بقى ندخل على الفيديو بقلب جامد. كل الاسبونشات اللي عملناها امبارح النهارده هنشوف هنعمل بيها ايه، وهنشوف هنشتغلها ازاي، هنعمل قد ايه كريمه، هنطلع دسه الجاتوه بقد ايه كريمه مع الاسبونش اللي احنا طلعناه امبارح. اضغطي لايك للفيديو لو انت اول مره تشوفيني، ما تنسيش تشتركي في القناه. اهم حاجه واول حاجه، قلبت الاسبونشات وقشرت وشها وقسمت كل واحد 2 بالظبط وجهزتهم جنبي كده. هنعمل 3 دسك جاتوه النهارده. هنضرب لكل دستة جاتوه كوبايه من الكريمه، وهنضربها كوبايه وكوبايه علشان ما ايه تعلى معانا، وبعد كده ما تسحش. الجو حلو الايام دي، ما هتخافيش ان الكريمه تسيح، بس ايه عايزين الكريمه تعلى معانا حلو، فهنضرب كوبايه بكوبايه. عن تجربه يا بنات، انا كنت بهدر كميه كريمه اكبر من كده في قلب الجاتوه، لكن النهارده هضرب كوبايه بكوبايه عشان ما اهدرش الكريمه بتاعتي، بما ان الحاجه غاليه، بما ان ما عدناش قادرين مستحملين اصلا نجيب ربع كيلو كريمه، فما نهدرهاش. فالنهارده قلت دسة الجاتوه هتاخد مني كوبايه واحده بس. هضرب الكريمه، هقسمها نصين، هعمل نص تحت واحط الطبقه اللي بعدها، واعمل النص التاني فوق. وما شاء الله ما شاء الله، انا هوريكم علو الجاتوه دلوقتي. وما شاء الله كان حلو قوي، والسبونشات طالعه ايه قلم. فتعالوا نشوف انا عملت ايه. ضربت كوبايه من الكريمه، عليها تلت كوبايه من السكر، او اقل من نص شويه صغيرين، يعني النص اللي مش زايد، النص اللي ناقص كده، فاهميني؟ يعني اقل من نص شويه. وضربت عليها كوبايه ونص من الميه وبس، ولو معلقه من البستري خلاص. مش محتاجه كوبايه الكريمه اكتر من الاضافات دي، وهتلاقيها معاكي حلوه قوي. حطيت نص الكريم، كميه الكريمه تحت، واحط طبقه الكيك، اسقي طبقه الكيك، احط النص التاني فوق، وادخل التلاجة. عارفين انا احط البتاع دهنيات، شايفين دي دي النتيجه بتاعتي يا اولاد. انا اي النتيجه خلصت، بما ان السنه خلصت، فحطيت فيها عندي كم حاجه بحط عليها الجاتوه، بس ما كنتش بقى عندي اعمل كميات وكده، فبدات اقول اللي عنده نتيجه يجيبها. بتستحمل والله، وحلوه قوي. وممكن كمان تغلفيها بورق استريتش وتستخدميها بقى على طول، بتبقى جميله قوي للجاتوه كده يعني. هحمل برضو نفس اللي عملته في الدستة الأولانية، عملته في الدستة التانية، وضربت كوباية بكوباية على لغاية ما اخلص كل كمية الجاتو اللي عندي. آخر دستة بقى هعملها شوكولاتة، فسبتها للآخر علشان أضرب الكريمة وأحط عليها معلقة من الكاكاو ومعلقة من الجناش، وطعم الشوكولاتة بتاعتي، وأخلي الشوكولاتة والكاكاو بتاعي غامقين زي ما انتوا شايفين كده. وما خلصت تطعيمة الشوكولاتة هعملها بالسكروبر، علشان أنا هعمل نصها شوكولاته ونصها التاني هسيبه كده كريمه كده عادي. فانا عملتها بالنص اللي هسيبه كريمه عادي، عملتها مشنشره كده، بتدي شكل حلو قوي في الاخر اما تيجي تقطعي الجاتوه. صلاتوا على النبي يا اولاد، اكيد انتوا صلاتوا على النبي وضغطتوا له لايك وكل الكلام الجامد ده. تعالوا ندخل على التورتيه زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، اني بعملها ب5 بيضات، بس المره دي عملتها ب6 بيضات، فطلعت لي كميه طبقات اكتر، علشان هعمل معاها تورته مقاس 14 3 ديسكات رخرة. فخدت الديسكين اللي طلعوا من التورتيه دي، وعملت تورته مقاس 14. اما دومت خليتهم 3 ديسكات بس، وعملت منهم التورتيه دي تورتيه مقاس 18 في 25، اللي هي اصغر صينيه في الصواني المستطيله. يا رب اكون مش غلطانه في المقاس، لان دماغي بتفوت. فانا اصلا دماغي مفوته الايام دي. فكتر خير الدنيا. الشغل ده برضو كان ايه صعب جدا، لان كنت في اليوم ده مطلعه 3 ديسك جاتوه، ومطلعه التورتيه دي تورتيه مقاس 14، وعملت بوكسين كده بكيكه بقى مني، لان برضو الطبقتين التورتيه ديت ما خدتش معايا طبقتين، خدت مني اقل من كده. فطلعت بقى بوكسات كمان، بوكسين كمان كده ب50 صغيرين. فاليوم ده كنت تعبانه جدا جدا يا بنات. ادعوا لي ربنا يعيني، وربنا يرزقني واسع رزقي، ويعيني على الايام اللي جايه، وعلى اللي انا فيه. الحمد لله والشكر لله. طبعا كل ده وملك جنبي، ملك جنبي وبينحي فيا وبيشد فيا، وكل ده موجود يعني.
المهم كده بدأت كده ضربت للتورتيه دي برضو كوباية كريمة زيها زي الجاتوه، وخدت الكوباية الكريمة بتجلسها بروزتاتها اللي فوق بكل حاجة، بروزتات اللي هتتحط عليه. يعني كوباية الكريمة ما خدتهاش تجليس بس، لا تجليس وروزتات وكل حاجة. بحب بعد ما اقطع ما احط طبقات التورته فوق بعضها اقطعها بقى كده. يعني هي كانت في الاول تحس ان حتة كبيرة، الطبق اللي تحت اكبر من الطبق اللي فوق والكلام ده كله. بس كده بقى بسويها كده واقطع الحروف. يعني انا لما باجي اقشرها بقشرها من تحت ومن الوش، واسيب تقطيع الحروف لما اجي بعد كده اما احط الكريمه، علشان بعد كده تبقى مساويه زي القلم. احط بقى الكريمه واجلس لحته طالعه كده، ولا ايدي جابت حته كده ولا حته كده. لكن اما كنت بقطعها من الاول او بسوي الحروف رخره او الطروف من الاول، اجي احطها ايدي ما تحطش الطبقه مظبوطه، فبتطلع حته طالعه حته نازله، الطبقه مش مظبوطه. لا لا كده الدنيا مظبطه والدنيا تمام. زي ما انتم شايفين كده انا حطاها على القاعده 30. ظبطت كده كل حاجه، بنسقي الكيك كده بين الطبقات. ده سيرم خفيف بارد عباره عن نص كوبايه من السكر عليه كوبايتين من الميه، اللي بس 5 دقايق غليان. وهنا ما تستغربوش من كميه السكر، ما تقولوش قليله، لا احنا بس بنطعمها شويه فانيليا كده بعد الغليان، بتبقى طعمها حلو قوي. هي بتبقى مسكره وحلوه قوي. تقدري تحطي من نص كوبايه على كوبايه ميه، بس يعني بحط النص على كوبايتين وبتبقى حلوه قوي ومسكره وحلوه وطعم الفانيليا باينه فيها. وبس بيها الكيك وبتبقى حلوه جدا. بتقعد معاكي في التلاجة اسبوع واتنين، ما بجرالهاش حاجه في الساعه اللي احنا فيها دي. تقعد معاكي في الصيف اسبوع واحد. لو انت شغاله اعملي كميه صغيره بكميه صغيره، لو انت الدنيا مش شغاله معاكي. يرزقكم كلكم من واسع اللهم امين. بدات كده ان اجلس الكيكه زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده. نفسي اجيب السكرابر تكون اضخم من دي، لان دي رفيعه كده وبتتعبني كده في ايه، في شيله الكريمه وفي مسويتها وفي الكلام ده كله. المهم كده هنحط كده ونغلف كل حاجه من الكريمه، وبعد كده هسوي بقى بالسكرابر لمست الحروف، وفوق هعملها بالسكرابر دي. هحط برده الكريمه البيضه زي ما انتم شفتوا، زي ما انا حطيت الكريمه دي. وهبدا اسوي. على فكره هي لسه ما اتسوتش معايا، وانا هوديها واجيبها واشقلبها والكلام ده كله كده ايه براحتي كده. واخلص كده وشوف هنعمل ايه. انا على فكره جلست حطيت الجاتوه، هي اتجلست كده وبقت زي الفل. الجاتوه ده من امبارح في التلاجة، وخلصته وعملته. وحطيت برضو التورتايه وجلستها وهي من امبارح في التلاجة. يعني انا قمت الصبح حطيت شويه الجوليهات، يعني الفقره دي كده بقينا الصبح. حطيت الجوليهات، جيلو الفراوله جيلو الكراميل نص ونص. يعني حطيت جيلو مانجا وحطيت جيلو ايه المانجا، وشبحتها كده بشوكولاته برضو كده حملتها نص ونص. ودي تاني دستة. وهنعمل الدستة التالتة شوكولاته، وهسيب الناحيه التانية زي ما قلت لكم زي ما هي تبقى شوكولاته بس هتبقى زي ما هي، مش فوقها جناش ولا اي حاجه خالص، مضلعه كده شكلها حلو قوي. اوقات كمان بيبقى عندك السكريبر اللي بتدي تمويج زي موج البحر كده، برضو بتبقى شكلها حلو في قلب الجاتوه اما تموجيه من فوق الشكل ده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ هعمل بقى على النص التاني ده اغطيه كامل بصوص الشوكولاته. اهو زي ما انتم شايفين كده هنغطي بقى النص ده كله كده بصوص الشوكولاته. ده كان جاتوه خطوبه يا بنات، وحتى التورتيه دي رايحه في خطوبه. اما التورتيه التانيه والبوكسات بعتهم كده. على فكره انا حتى في اليوم ده نسيت اعرض البوكسات، بس الحمد لله برضو مشوا كده من الماسنجر كده، ولا عرضتهم ولا اي حاجه خالص. هم مشوا كده. حد سالني على بوكسات قلت سبحان الله، ده هو زي ما يكون هو رزق، ومشوا الحمد لله. هخلص بقى الجاتوه ده وهحطه تاني بقى في التلاجة. والجاتوه تمام كده من بالليل في التلاجة فمتلج. احلى حاجة للجاتوه انه يكون تلج جدا علشان تعرفي تقطعيه. وبتبقى بقى الخرطة بخرطتها، ولا واحدة مايلة كده ولا واحدة مايلة كده، بيبقى جاتوه فاخر. ما هو انت عايزة تدي للجاتوه حقه تلجيه حلو قوي قوي، يبقى الجاتوه معاكي واخد حقه وابن لذينه، تلاقيه معلم معاكي، خرطة الجاتوه معلم. تعالوا بقى نشوف هنكمل وهنعمل ايه. هنخلصنا كده الصوصات بتاعتنا، مش بقولك شكلها حلو ازاي، واستنوا بقى وشوفوا شكلها في التقطيع. انا بقى اقرب حاجه لدماغي ان انا اعمل تقسيمات، وهي اصلا كانت مطلوبه التورتيه معايا تقسيمات. فهحط بقى صوصات بقى الناحيه دي زي ما انتم شايفين كده، صوص بقى فراوله مانجا كراميل، والناحيه دي اخليها شوكولاته جناش. الشوكولاته هو ايه شوكولاته جناش اللي انا قلت دي؟ المهم يا اولاد ما هنقفش على الكلام ده، احنا ناس كده فاهمين وعاقلين ومش بنقف على اي كلام. وما تنسيش كده نسيتي صح؟ ضغطت لايك للفيديو انت نسيتي. احنا كنا جايبين ب10 جنيه جولو شوكولاته فراوله، الحمد لله قضى الموضوع وفاض كمان الحمد لله، قضى الغرض يعني. هنحط بقى الجناش بتاعنا، كنت بدفيه زي دمعه العين كده علشان ينزل سلس كده، بما ان التورتيه دي مش في الفريزر من بالليل بس في التلاجة، يعني هي برضو متماسكه
ماسكه والدنيا تمام معانا. فهنحط كده شويه الجناش وكده ايه هنقلبها. على فكره انا يومها المفروض ان انا اصور معاكم بقى بقيه الشغل، التورتيه ال 14 والبوكسات اللي انا قفلتهم، واقول لكم انا قفلت ايه من الكيكات دي كلها اللي انا عملتها. بس الحقيقه يوم ما انا صورت التورتايه والبوكسات كانوا كلهم فيديو واحد كده عباره عن مش عارفة 10 دقايق ولا 12 دقيقة. وبعد كده ما لقيتش الفيديو ده غير مدعوم، قلت كويس ان هو ده بس الفيديو اللي باظ، والفيديو كله ما باظش والدنيا كلها ما باظتش ويومنا كله باظ، فالحمد لله والشكر لله. طلعت بقى الجاتوه برضو بعد ما قعدته كده الجلوهات 5 دقايق كده عشان ايه ما تسيحش كده على الترانش بتاعي وانا بقطعه، ويبقى الجوانب كلها نظيفه وزي الفل. ما دام انا عندي مساحه من الوقت. انا يومها يا بنات قمت من الساعه 9 الصبح لان الجاتوه ده كان هيتسلم الظهر، وكان يومها يوم الجمعه. زي ما قلت لكم امبارح انا كنت شغاله سبونشات الخميس وجلستهم الخميس وحطيتهم في التلاجة. كان يوم الجمعه كان هيمشوا بعد صلاه الجمعه على طول. فانا قمت من بدري وظبطت المنبه وقمنا وظبطت كل حاجه. زي ما انتم شايفين بقى الجاتوه، زي ما بقول لكم انا من الناس اللي لازم تعلم. ليه بقى؟ الحول بيشتغل، الناس عندها حول، فبعلم بقى 5 سنتي 5 سنتي، تقريبا بتبقى 5 في 11 او 11 ونص. وزي ما انتم شايفين كده الترانش جميل ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. كل حاجة كانت حلوة في اليوم ده ومشت حلوة قوي. اهم حاجة انت تسمي الله، شغلي الرؤية الشرعية جنبك، عندك شغل كتير، ابعدي العيال عنك. انا عندي لبخة وعيال ودنيا وما اقولكوش لبخة السنين. بس الحمد لله والشكر لله بدأت كده علمت التعليمات بتاعتنا، والحمد لله ما حدش بيمشي على علامات. انا من الناس ما بتمشيش على علامات خالص. بدأت كده اني اجيب خراط ايه الجاتوه زي ما انتم شايفين كده، واخر خرطتين هعملهم مثلث اهو. هي الجاتوه ما دام متلج معاكي كويس فتقدري تعملي بقى مثلثات مربعات مش حفشتكنات اللي انت عايزه. اعمل ايه يا حبيبه قلبي؟ تعالوا بقى اما اوريكم انا هقطع معاكم الدسته دي بس. كل الدسات عملتها بنفس الشكل وبنفس الطريقه، كله كده والاخر ايه مثلث. فتعالوا بقى اما اوريكم الجاتوه الشكل النهائي بتاع الجاتوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا اولاد، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي. بس في حاجات كتيره ماشيه الايام دي بتفهمش دي ايه. اللهم انا بضحك معاكم والله. ده الشكل النهائي بقى بتاع الجاتوه ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بقول لكم جاتوه فاخر من مذمكم، مش جاتوه فاخر من الاخر. شايفين شكل الجاتوه؟ شايفين الجمال؟ عملت بقى ورق الترانسفير ده من قبل اصلا ما اشتغل ولا اعمل اي حاجه. الاورياي واقفه عسليه وكل حاجه ما شاء الله كانت حلوه. والجاتوه جاتوه 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 ما شاء الله. خرطه الجاتوه زي ما انتوا هتشوفوا كده من تحت ومن فوق ومن الجنب وعامله ازاي يا ولاد يا ولاد عسل. كان طعمه جميل. ما احنا دقنا بقى التقطعات بتاعه الجاتوه، الطعم خفيه كل حاجه كانت روعه روعه ما شاء الله. شكل الجاتوه زي ما انتم شايفين كده شكله حلو. قولوا امدحوني بقى شويه في التعليق. قولوا ايه رايكم في الجاتوه بتاعي النهارده والشغل بتاعي النهارده. عارفين الشغل ما بقى معمول على الرايق؟ هو ده الشغل كان معمول على الرايق كده. والشغل اللي بتبقي تفحفحي فيه وتخططي له وتقولي له وتقولي الكذا انا هعمل والكذا انا ما بيطلعش. لا ما بيطلعش الشكل اللي انت اصلا رسماه في دماغك. لكن لما بتسيبيها كده بيبقى الجاتوه جاتوه بقى ايه حلو جدا ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين الشكل عامل ازاي والخرطه عامله ازاي والارتفاع عامل ازاي والكريمه متناسقه، الاسبونج قد الكريمه. فالدنيا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله متناسقه جدا. وحاجه ايه خطيره 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 يا اولاد. صلوا على النبي بقى كده في التعليقات وتعالوا نشوف هنعمل ايه. بقى قلت لكم النهارده كتير صلوا على النبي عشان انا عايزه اكسب حسنات انا وانتوا باذن الله. باذن الله هنبدا بكره الروتينات اللي بنحبها بقى ونبدا يومنا مع بعض. ما حدش عندك شغل يا ام كريم؟ عندي اوردر بسيط كده هو اللي لسه محجوز معايا وهقعد وشي في وشك اهو بزو في بسكو. ربنا يرزقني ويرزقك اللهم امين. الحقيقه انا تعبانه الايام دي بيني وبينكم كده وهبطانه ومورمه ورجليا منفخه. فانا هريح بقى نفسي شويه يعني ايه. حتى لو طلب مني حاجه الايام الجايه يعني إيه هقول لا. في حاجات على فكره الناس القريبه منك قوي هي اللي ما بتقدرش تقولي لها لا، فبتضطر تشتغلي ما دام انت شغاله. او ناس بتبقى عزة عليك فمش قادره ان انت تقولي ايه خلاص مش هعمل الاوردر ده. لكن انا كطبيعتي والايام اللي فاتت اصلا يعني انا مش عايزه اجي على نفسي ومش عايزه اشتغل كتير. فالحمد لله والشكر لله عشان ليا وضع خاص انتوا كلكم عارفينه. وربنا يعينكم يا رب ويرزقكم اللهم امين. شكل الجاتوه عسل
ده بقى اما اوريكم شكله ايه التورتايه. احنا شفنا شكل الجاتوه وليه خلاص بقى كفايه كده، كنت فرحانه بيه كان جميل. دي شكل التورتايه النهائي زي ما انتم شايفين كده. حطينا برده شويه اوريوهات، عملت شويه شوكولاته ملولوه، ودي شكل التورتايه. هي كانت مطلوبه تقسيمات زي ما انتم شايفين كده. حطينا بقى الجاتوه في قلب العلب وبرده دخلته الفريزر زي ما انتم شايفين بقى بالشكل القمر العسل ده. نوعت بقى ايه كل دسته، اتنين من دي واتنين من دي واتنين من دي، فاهميني؟ عشان تبقى ايه مشكله كده ومنوعه. هي بس هيبقاش 4 الا من ايه، من المانجا. شايفين شكلها عسل قمر ازاي؟ تعالوا بقى. لا احنا كده خلاص، احنا بيتهيألي كده خلاص يومنا خلاص، مش هنعمل حاجه تاني. لان بقيه الفيديو زي ما قلت لكم انا يومها برضو عملت شغل تاني كتير. والحقيقه يومها يعني ختمت معايا بحاجات وحشه كتير. مش عايزه احكي لكم عليها، بس الحمد لله والشكر لله. اي حاجه يا ولاد ربنا يرزقنا بيها، ان كان حاجه حلوه حاجه وحشه، احمدوا ربنا عليها. لله في السراء والضراء، واي حاجه تيجي الحمد لله. فجاتوه القمر بتاعي العسل ده يستاهل اللايك منك ولا لا؟ اضغطي بقى لايك للفيديو وتعالي نكمل. شوفوا هو ان كان كده ولا كده، احنا مكملين واحنا عايشين في الحياه. مش دايما كل الحياه حلوه، ومش دايما برضو كل الحياه وحشه. اهي الدنيا بتخبط شويه كده وشويه كده، والحمد لله على كل حاجه. وكل اللي ربنا يجيبه لنا، كل اللي ربنا يجيبه خير. لا يا اولاد ما تنسوش اشتغلوا يا اولاد، اشتغلوا اهم حاجه. كملوا شغل مهما الدنيا وقفوكوا، برضو رجعوا كملوا. اشوفكم في فيديو جديد. فيديو بتاعي خلص، والسلام عليكم ورحمه الله.